سؤال سريع لكن مهم جدا. أنا دلوقتي لو جبت كريمات الفرد اللي هي زي سوفت اند بيوتيفول أو جلاد، الفرد المعروف زمان، ودلوقتي حطيته على الشعر، سرحنا الشعر، غسلنا، خد فرد. دلوقتي أنا بسأل السؤال للبنات: هل الفرد ده على البارد ولا على اللي هو الحراري اللي هم البنات بتخاف منه؟ عايزة أوصل إن كل الفرد القديم الخطر المقلق جدا كان كله على البارد. إذا أي حاجة بتعمل فرد للشعر أو ترطيب أو تغيير لخواص الشعر بدون أي عامل الحرارة أو بدون بهدوء ببراح زي ما بيقولوا، يعني تعمليه في البيت يا سلام فيدي فرد على البارد، فهو خطر. فما تجيش واحدة تقول لي أنا عايزة فرد على البارد. أي فرد بيغير خواص الشعر ويدي الشعر مايل للمفروض وهو كله على البارد، أقفي وخافي منه. أنا على فكرة ما بهرجش، محدش يجي يقول لي أنا عايزة فرد على البارد. في حاجات تفهميها مني وأشرحها لك ولكن تطلبي فرد على البارد وتعتقدي إن هو ده الصح أو هو الأقل ضرر، فده مش حقيقي. أنا بس حبيت أوضح الصورة وبدأت الفيديو بالسؤال عشان إجابتك على السؤال هي اللي هتحدد هل فعلا الفرد الحراري أخطر ولا اللي على البارد. ولو عندك أي سؤال ابعتي على الخاص، هرد عليكي فورا خلال 24 ساعة.